مساء الخير عليكم. في ناس بتسأل على البوتاجاز اللي هو بيبقى مروحة واحدة أو مروحتين. إذا كان مروحتين يبقى مروحة لإيه ومروحة لإيه. فطبعا احنا عارفين ان المراوح دي بتبقى موجودة في بوتاجازات معينة، مش موجودة في أي بوتاجاز وخلاص، لأ، دي بتبقى كماليات زيادة في الفرن بتاعة البوتاجاز. فاحنا عشان نعرف ازاي البوتاجاز ده مروحة واحدة ولا اتنين، اذا كان مروحة توزيع والتبريد ولا مروحة توزيع حرارة بس مفيش مروحة على المفاتيح، فدي معلومة عاوزين نتأكد منها ونشوفها. فاحنا هنشوف دلوقتي ايه البوتاجازات اللي فيها الفتحة بتاعة التهوية والبوتاجازات اللي ما فيهاش وازاي انا اعرفها. بس قبل ما نبتدي في الشرح عايز اقول لكم ان احنا يوميا بنفتح بس من الساعة 8 مساء الى الساعة 9 مساء، يوم الحد والاثنين والثلاث والخميس، 4 أيام في الأسبوع، حد واثنين وثلاث وخميس، من 8 مساء ل 9 مساء، عشان لو حد حابب يدخل معانا لايف ويشوف ايه الحاجات المتاحة وأسعارها ايه وايه الإمكانيات لو هو حابب يشوف منتج معين، وهنوريه له كأنه موجود معانا في المعرض. تمام، تعالوا بينا نشوف البوتاجاز ازاي نعرفه اذا كان فتحه في فتحات تهويه ولا مفهوش. هوريكم دلوقتي بوتاجازين جنب بعض او نشوف مثلا موديلين مختلفين. ادي معانا بوتاجاز زي ده كده مثلا، 5 عيون، امان كامل، في 2 مروحه، شاشه ديجيتال. ده 2 مروحه، ازاي انا اعرف 2 مروحه ولا لا؟ نيجي نفتح البوتاجاز. ادي المروحه بتاعت السخونيه موجوده في الوش اهي، دي مروحه توزيع الحراره في الوش اهي. هنا بحاول اقربها لكم اهي، المروحه اللي في الوش اللي فيها فتحات دي بتاعه توزيع الحراره. انما المروحه بتاعه التهويه على المفاتيح مروحه اهي موجوده اهي، انا مش عارف هجيبها لكم ازاي. ادي فتحات اهي، شايفين الفتحات دي اهي، ادي الفتحات اهي، دي فتحات تهوية على المفاتيح. دي المفروض السخونية لما بتيجي تطلع من الباب بتطلع على المفاتيح فبتسخن المفاتيح. لا، ده في مروحة هنا في البوتاجاز ده كده بتبقى تخلي السخونية ما تطلعش على المفاتيح وتحافظ على المفاتيح. ده كده الفتحات بتاعت المروحة اللي هي بتاعت التهوية. وادي جوه المروحة اللي هي موجودة جوه، بس مش عارف انا عشان الدنيا مزنوقة اهي، مروحة بتاعت التوزيع الحرارة. نشوف البوتاجاز ده. ادي بوتاجاز تاني اهو جنبه اهو، شايفين ده ما فيهوش الفتحات بتاعه التهويه، يعني كده ده مروحه واحده بس بتاعه الحراره، ما فيهوش فتحات للتهويه على المفاتيح خالص. كده يبقى انا عرفت في الموديلين ايه اللي فيه مروحه توزيع وايه اللي ما فيهوش. الموديلين موجودين جنب بعض والاتنين فرقنا بينهم وبين بعض عشان لما انا ادخل اشتري بوتاجاز احط ايدي في الحته دي كده اهو. الحته دي شايفين ادي اهي، فتحتها اهي باينه حتى من بره اهي، ادي انا بشاور عليها بصباعي اهي، ادي اهي اهو. دي فتحات بتاعه المروحه بتاع الحراره اللي هي ما تخليش الحراره تطلع على المفاتيح. دي اسمها مروحه تبريد. هنا اهو مش موجوده اهي، مش موجوده، مقفوله، فده كده ما فيهوش مروحه تهويه على المفاتيح. عشان الناس بتسال ايه مروحه تهويه وبتبقى موجوده في البوتاجازات ولا لا. ادي من غير ما انا اسال البياع، مجرد ما افتح البوتاجاز، فرن البوتاجاز كده، اعرف اذا كان الفرن ده فيه مروحه تهويه ولا ما فيهوش، اذا كان فيه مروحه تبريد على المفاتيح ولا ما فيهوش. فالمعلومه دي عشان نستفيد بيها لازم نبقى عارفين فين الحاجه دي موجوده وفين مش موجوده. وادي كمان باب هيدروليك اهو. تمام، كده احنا شفنا البوتاجاز الهيدروليك اللي هو بمروحة تهوية توزيع على المفاتيح، مروحة تبريد، وفي مروحة توزيع الحرارة. موديلين مختلفين. وادي الموديل التاني برضو ممكن من نفس الشركة، يعني شفنا احنا جرمانيا وادي جرمانيا التاني اهو. نشوف ده برضو فيه ولا ما فيهوش كمان. ادي شايفين اهو، ده برضو فيه اهو، ادي اهو، ده فيه فتحات تهوية. تمام، طالما احنا شفنا الفتحه دي كده يبقى على طول نعرف ان البوتاجاز فيه فتحه تهويه. ادي ده ما فيهوش اهو، ادي اهو ما فيش فتحات تهويه هنا.
وده برضو نفس الشركة جرماني على فكرة اهو، عشان نعرف فين فتحة التهوية بتبقى موجودة فين، نقدر نعرفها من غير ما البياع يقول لنا ولا لا. كده يبقى احنا شفنا المنتجات بالنسبه لفتحه التهويه واللي ما فيهاش فتحه تهويه. فكده عشان ما حدش يضحك علينا ويقول لنا البوتاجاز فيه فتحه تهويه وبوتاجاز 5 عيون، ويبقى فيه مروحه توزيع حراره ومروحه توزيع التهويه بتاع التبريد. تمام كده، يبقى ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وتابعوا معانا ان شاء الله في النهارده الساعه 8 مساء ل 9 مساء، بس لايف مفتوح من ارض المعرض، ونشوف المتاح معانا ايه. شكرا لكم، خليكم معايا ان شاء الله في البث عشان نساعد بعض ونشوف اي حد محتاج اي حاجه نقدر نساعده بيها. شكرا لكم.